ليه فيلم ضاي أخد الضجة دي كلها والجوايز دي برغم إن بطل العمل الأساسي مش معروف ولا حتى الشخصيات الرئيسية؟ إزاي فيلم بسيط حتى في تصويره ياخد الضجة والزخم ده كله؟ كل ده هنعرفه مع بعض دلوقتي. مبدئيا الفيلم بيتكلم عن بدر وهو طفل نوبي ألبينو، والألبينو ده مرض المهق، وللي ما يعرفش ده خلل جيني ملوش علاج خالص. الخلل ده بيقضي على أي وجود لصبغة الميلانين في الجلد أو العين. المهم الطفل بيكون صوته حلو فبيقدم في مسابقة ذا فويس، وبيسافر مع والدته وأخته للقاهرة، وبتدور أحداث الفيلم في الرحلة دي. بصراحة أنا من الناس اللي بتحب الأفلام الواقعية اللي بتناقش مشاكل أو حياة الأشخاص المميزين زي بدر، عشان بحسها بتزود الوعي عند الناس وتخليهم متقبلين اختلاف بعضهم أكتر وبيحترموه. وبالنسبة لطبيعة الفيلم فهو بيتصنف فيلم طريق، ودي ممارسة سينمائية معروفة المخرج بيستخدم فيها مفهوم الرحلة، خلفية ممتازة ووسيلة توصيل فكرته. لكن وللأسف من سلبيات الفيلم وسقطاته إن في أحداث كتير مش منطقية دخلت الفيلم بدون سبب أو هدف واضح، غير ظهور ضيوف الشرف الكتير اللي في الفيلم. ودي كانت أكبر غلطة وقع فيها المخرج، وهي إنه جاب ضيوف شرف كتير بزيادة أوي عن الحاجة. ده غير تفاصيل كتير اتقالت على لسان أبطال العمل ما كانش لها أي دور في بناء أحداث الفيلم. كان ممكن الفيلم يكون بدون أخطاء تماما لولا خوف المخرج بسبب مجازفته بأبطال مش معروفين، برغم من إن ده في حد ذاته نقطة من نقاط القوة، لأن محدش كان هيوصل إحساس الألبينز غير حد منهم وبيعيش معاناتهم، فهيكون صادق جدا في كل التجارب اللي بيعيشها. ده غير دور الأم اللي أبدعت فيه إسلام مبارك. فإجابة سؤال هل فيلم ضي يستاهل الشهرة اللي شهرها والجوائز اللي خدها؟ فلو حابين تعرفوا رأيي، أيوة طبعا الفيلم يستاهل جدا، خصوصا ظهور محمد منير فيه. وكنت أعتقد لو المخرج اكتفى بمنير ده كان أفضل من كل الضيوف التانيين. وتقييمي للفيلم 8.5/10. قولولي بقى تقييمكم انتوا لفيديو النهاردة كام من 10؟ سلام. قولولي انتم تقييمكم للفيديو كام من 10. وختاما لو أول مرة تشوفني لايك جميل لو عجبك الفيديو، واشتراك لو حابب تشوفني تاني. سلام.